بقالنا سنوات طويلة بنتكلم عن تمكين الشباب أو إعطاء الفرصة للشباب، وكأننا بنحاول نخترع المياه الساقعة. كأننا مش احنا الأمة اللي قدمت حاكم في سن 34 سنة كان جمال عبد الناصر، أو زعيم وطني كبير جدا عاش ومات قبل ما يبقى 33 سنة سمصطفى كامل، أو كأننا مش الأمة اللي قدمت سيد درويش اللي عمل كل هذا التراث العظيم من المزيكا ومات سنه 33 سنة أو 34 سنة. يعني عندنا في مصر على مدى التاريخ أسماء كبيرة جدا. ده احنا فؤاد باشا سراج الدين مثلا كان أصغر سكرتير برلماني لحزب، كان عمره 28 29 سنة، ويقال إنه اضطروا يعملوا له شهادة علشان يختصروا سنة فيترشح للبرلمان. ده الكلام ده أكتر من 60 70 سنة. وايضا بعد 23 يوليو كان في وزراء كتير قوي سنهم 30 و40 سنه، نذكر منهم ربنا يديله الصحه السيد محمد فايق، كان وزير الاعلام وواحد من ابرز الشخصيات السياسيه على مستوى قاره افريقيا بالكامل. ترك الحلبه السياسيه ومواقع المسؤوليه وكان عمره 42 43 سنه. يعني الشباب كان حاضر وبقوه. طب ليه حصل التكلس وليه تقلص حجمهم او دورهم؟ اسألوا 30 سنة أو أكتر فاتوا. ومش هسأل أنا 30 سنة، أنا هسأل تقريبا الكبير في القيمة عندنا، لأنه صاحب تجربة شديدة التميز، هادئ، من العواجيز صغار السن، محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، واللي قبل الهوا كان بيقول لي إنه الحزب بلاش انا اقول، اساله. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ ناصر، الف مبروك على البرنامج، وان شاء الله باذن الله يحقق نجاح كبير. انا بهنيك الاول على حزب مستقبل وطن، وهسيبك تقول لي الارقام. انت بتقول لي الحزب دلوقتي 100,000 عضو، 100,000 شاب عضو تنظيمي في كل محافظات مصر، وقعوا الاستمارات بالفعل، وقعوا الاستمارات، وعندنا كل بياناتهم الفعليه من اسم ورقم تليفون وايميل وفيسبوك ورقم قومي، ومقسمينها جغرافيا ومقسمينها حسب المهنه. وقلت لي ان حزبكم كمان ليه مقرات؟ عندنا 67 مقر دلوقتي. يعني انتوا اكبر حزب ليه مقرات في مصر. بس ما نقولش عشان الحسد بس لا بالعكس، ده تسعدنا يعني. 67 مقر على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه، بخلاف المقر المركزي في القاهره. وعندنا 100 مرشح على الفردي ان شاء الله. 100 مرشح على الفردي كلهم من الشباب؟ لا، نسبة كبيرة جدا مش من الشباب، نسبة قليلة جدا من الشباب، لأن حضرتك عارف إن الشباب في الانتخابات البرلمانية هيواجه صعوبات كبيرة جدا، منها رأس المال وسطوة رأس المال، ومنها الشعبية بتاعت النواب السابقين، إن هو لسه شاب حديث في العمل السياسي، ينزل في دايرة فردي هيكون موضوع صعب جدا. فاحنا بنلجأ إلى القايمة اللي بتدي تمثيل نسبي للشباب أو لبعض الفئات المهمشة، مركزين فيها إن شاء الله إن يكون عندنا شباب يقدر يمثل الشباب بشكل مشرف. طب القايمة، احنا شفناك النهارده في الاجتماع اللي حصل في حزب الوفد جنب الدكتور سيد البدوي، ونعرف ان حزب مستقبل وطن من الاحزاب اللي بتزكي قائمه الدكتور كمال الجنزوري. مظبوط، احنا بنزكي قائمه الدكتور كمال الجنزوري لانها قائمه وطنيه تبحث عن كفاءات، تبحث عن شخصيات قادره على التواجد في البرلمان القادم واحداث ثوره تشريعيه بعد دستور 2014. النهارده دعوه الدكتور سيد البدوي لينا كانت دعوه محاوله مره اخرى الى تجميع القوى الوطنيه وتجميع كل احزاب مصر. احنا قبلنا الدعوه وزكيناها وثمنا هذه الدعوه. اولا تلبيه لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال في اجتماعه معانا ان انا اتمنى ان نكون احزاب مصر كلها بتتفق على 120 قياده، 120 رجل كفء، 120 صاحب خبره يقدر ان هو يشتغل في التعليم وفي الصحه وفي السكان وفي الاسكان وفي كل المجالات اللي هتكون في اجتماع النهارده. انت شعرت ان هناك امل في ان تكون هناك قائمه موازيه لقائمه الدكتور كمال الجنزوري؟ هي مش موازيه، هي محاوله لتجميع كل القوى الوطنيه مره اخرى. ما اقدرش احكم من اول اجتماع، ولكن احنا لبينا الدعوه، بنعلن ان احنا موافقين وبنؤيد اي محاوله لتجميع القوى الوطنيه، ان احنا في البرلمان القادم محتاج كفاءات تقدر انها تحدث ثوره تشريعيه. طب الحضور ده ما يعملش ثنائيه في موقفكم؟ يعني ما يعملش علامه استفهام؟ اطلاقا. النبي قال ان مستقبل الوطن بترحب بالجميع وبتؤيد الجميع، وما عندهاش مشكله مع اي حد، انها ليها مبدا واضح وثابت ان هي مع كل قائمه تجمع القوى الوطنيه وتجتمع فيها الخبرات والكفاءات دون محاصصه دون تمييز. والنهارده حزب الوفد رفع هذه الشعارات في اول الجلسه وفي اخرها، ان هذه القائمه ليس فيها حزبيه ولا ليس فيها محاصصه وليس فيها تمييز وليس فيها اي يعني
وهم كانوا يعلموا ان حزب مستقبل وطن طبعا. والنهارده كان حاضر ما زال على موقفه في تزكيه قائمه الدكتور كمال الجنزوري. مظبوط. والنهارده كان حاضر تيار الاستقلال مشرح احمد الفضالي وهو مع قائمه الجنزوري. والنهارده كان حاضر احزاب اخرى خارج قائمه الوفد زي المؤتمر والتجمع والغد وهم في الامل المصري، لكن كل الاحزاب لبت الدعوه النهارده وبتاكد ان هي متواجده وبتثمن شكل قائمه موحده وطنيه تضم كفاءات وليس تضم مصالح. طب بعض رفضوا الدعوه، قالوا ان ده شو اعلامي. زي حزب مثلا الكرامه قال ما فيش امل في المساله دي، التحالف الشعبي قال مساله محكوم عليها بالفشل وغيره. يعني رايك كيف الكلام ده؟ ليهم ارائهم، بس انا زي ما قلت لحضرتك ما اقدرش احكم على تجارب الفشل قبل ما احضر واشوف ايه اللي بيتقال واقدر اقيم. انا كشاب من وجهه نظري يعني في البرلمان القادم والقوى السياسيه، هل ده يتفق مع رؤيتي كحزب، مع رؤيه الشباب عندي في الحزب؟ هل اللي احنا شايفينه النهارده ده يبشر بامل ان احنا ممكن يكون عندنا قائمه قويه؟ ما اقدرش لما اقعد النهارده واشوف الاجتماع المبدئي واشوف الشعارات اللي رفعت كلها احنا متفقين عليها، ولكن هناك ايضا اجتماع هيكون بعد بكره ان شاء الله. تشكلت النهارده بعض اللجان، لجنه لوضع الوثيقه السياسيه لهذا التحالف، لجنه لاختيار وضع معايير اختيار المرشحين، ولجنه اخرى لجنه التحكيم اللي هتحل اي نزاع هيحصل داخل هذا التحالف. كل ده استاذ محمد كلام نظري حلو مظبوط، لكن عمليا على الارض هل هذا الكلام هيترجم الى فعل في خلال شهر يعني شهر ونص؟ ارى ان الموضوع صعب جدا. يعني انت شايف ان ده صعب؟ ولكن كان واجب الحضور عشان نعلن ان احنا يعني مش واخدين موقف من حد. احنا سمعنا مثلا الدكتور كمال الجنزوري بيشتغل في القائمه بقاله اكتر من 4 أو 5 شهور. مظبوط. ورغم ذلك ما زال يعني واضح انه قدامه جهد كبير ايضا لحد دلوقتي. يعني في عواقب دستوريه وموانع دستوريه بتقع على هذه القائمه، حتى المصريين في الخارج يكون ليه شروط معينه، المعاقين ليه شروط معينه، الشباب ليه شروط معينه. ما اقدرش انا في توزيع جغرافي لازم أنا اكون ممثله، في تواجد للمراه لازم يكون ممثل في هذه القائمه، فالموضوع صعب جدا بالدستور وبالقانون. الاحزاب اللي دعت او اللي حضرت النهارده تلبيه لدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي نفسها اللي دايما تسخر وتقول انتوا ليه ما بتشتغلوش الا بتوجيهات الرئيس؟ مظبوط. هل هم اشتغلوا النهارده بتوجيهات الرئيس؟ ما كانوش عارفين يعملوا ده ب5 شهور؟ للاسف كله اتحرك بعد دعوه الرئيس وكله لبى نداء الرئيس والكلام يعني بيبقى ليه مردود اخر بعد. هم بيقولوا لي الاجتماع كان امس، انا بتعامل كما لو كان الاجتماع النهارده امس باعتبار الساعات اللي احنا بدانا من يوم. ان الرئيس اتكلم كلام مهم جدا في اجتماعه مع رؤساء الاحزاب وشرح حقيقه الموقف في مصر والمخاطر اللي بتهدد مصر سواء اقتصاديه او سياسيه او دوليه او اقليميه، فوضع رؤساء الاحزاب في اطار المسؤوليه كبيره جدا. اعتقد ان بعد الاجتماع كان كل رئيس حزب او كل واحد بيمثل الحزب كان ليه رؤيه مختلفه للوضع السياسي المصري وتحمل مسؤوليه اكبر من اللي كان شايفها بدوره. الرئيس اتكلم عن نقاط كبيره جدا واتكلم عن ان رؤساء الاحزاب مش هيطالبوا الرئيس مش هيطالبوني وتقيموني وتأيدوني وترفضوني، لا انا عايزكم معايا، انتوا كمان تتحملوا المسؤوليه وانتوا كمان مطالبين قدام الشعب وانتوا قامات سياسيه بتاثروا في تشكيل وجدان الشارع المصري، فانا بحملكم المسؤوليه معايا بالظبط ومش هسمح لكم ان انتوا تقيموني من بعيد. انهم يبقوا مشاركين يعني. فيما يتعلق مثلا بمساله الشباب والبرلمان، في قانون صدر سنه 72 بيسمى القانون 38 وده نزل بسن الترشح الى 30 سنه. 30 سنه مظبوط. ثم بعد 25 يناير اصبح 25 سنه. اقر 25 سنه لعضو مجلس النواب، وده برضو كان بيخاطب فئه كبيره جدا من الشباب من سن 25 لسن 30 ما كانوش ممثلين. بعد الثوره احنا شفنا عدد كبير جدا من اللي قام بثوره يناير هم طلاب الجامعات وده بيتراوح عمرهم من 17 سنه لغايه 23 سنه. فانا شايف ان ده هيحدث طفره كبيره جدا ان يكون من 25 سنه ممثل الشاب في البرلمان. قد ما تكونش قدامه فرصه كبيره انه يكون موجود في ظل الانتخابات الفرديه، ولكن اعتقد ان الخبره اللي هيجتازها الشاب في النزول في الانتخابات وارتباطه في الشارع وتحركه مع قيادات ده هيكون ليه تاثير كبير جدا في مستقبله السياسي. وعندنا المحليات هي هتكون المصنع الحقيقي لبناء الشاب انه يكون كادر يستطيع ان يكون وزير او رئيس وزراء فيما بعد. طب اقدر اقول ان انتوا كحزب مستقبل وطن بتخوضوا هذه المعركه استعدادا للمحليات والبرلمان مزبوط. بعد القادم؟ مظبوط، احنا بنستعد للمحليات من دلوقتي ان شاء الله. سننافس على جميع المقاعد الشبابيه 13200 كرسي مستقبل وطن، سنتنافس عليها جميعا ان شاء الله.
هذه الانتخابات البرلمانيه برضو احنا يعني اتفاجئنا بعد تدشين الحزب نفسنا قدام الانتخابات، يعني فرضت علينا، ولكن احنا برضو اصرينا يكون لينا دور فيها، ونحاول ان احنا ندفع بالاستحقاق الثالث، ويكون مستقبل وطن ليه شكل مختلف، شكل اداره شبابيه شويه، من التسويق، من الاعلان، من اختيار المرشحين، من شكل الحمله الانتخابيه اللي هتعملها مستقبل وطن، بالرساله اللي احنا هنوجهها. يعني حابين يكون لينا دور في هذه الانتخابات، لان احنا بدانا نستحق الطريق من اول الاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات الرئاسيه، وقررنا احنا نشارك في الانتخابات البرلمانيه. انا عندي سؤال ما بحبش اطرحه، لكن مصر اقوله لك، ممكن تكون لديك قراءه او تخلي السؤال ليه طعم او ليه معنى. هل عندك توقعات لعدد او النسبه اللي ممكن يشغلها الشباب في البرلمان القادم؟ يعني مش هتعدي 20%. بس دي نسبه تبقى كبيره. 20% دي كبيره يعني. 600 يعني ده كده انت مش تبقى متفائل قوي، ولا انت دارس على الارض ده؟ يعني انا شايف يعني 16 المقعد الموجودين في القوائم ده شباب، ده خلاص موضوع منتهي، والرئيس وعد صريح ومطلق بين ال 27 اللي هيعينهم هيكون اغلبهم شباب ومراه، فهنا بنزود الكفه شويه. يعني مثلا ممكن نقدر نقول كمان بال 16 كمان 9 يبقى 25. يعني لا، الرئيس هيزود شويه، اعتقد ممكن يوصل ل 15 شاب. طيب يبقى مثلا نقدر نقول الشباب ضامنين مثلا 30 مقعد. 30 مقعد، واعتقد ان في شباب مؤهل، شباب قادر انه يحدث معركه في الفردي، واعتقد ان شاء الله ان الشعب هيتعاطف مع الشباب المؤهل المحترم اللي عنده رؤيه وعنده ثقافه، ان الشعب يرغب في التجديد، ومش عايز شباب تجديد وخلاص، ده عايز شباب محترم، مش عايز شباب ينزل. طب امال ايه الاصوات الطاغيه حوالينا في الاعلام ومن بعض الساسه ان احذروا الفلول والاخوان هيسيطروا على البرلمان القادم؟ يعني عاملين رعب للناس. مش عارف، انا شايف دي معركه يعني، او ده حكم للشعب المصري. الشعب دلوقتي ما بقاش يضحك عليه زي زمان، الشعب مر بتجربتين صعبه جدا بعد 25 يناير 30/6. اتعلم الدرس كويس، قدر يفرق مين بيشتغل عشان مصلحته بيوزع زيت السكر عشان صوت انتخابي، ومين كان بيعمل لهذه البلد، ومين كان عايز شوق اعلامي. فاعتقد ان الشعب المصري مش هينجرف وراء ده تاني، وهيكون ليه قرار صائب، حتى لو بعض الناس اللي معاها فلوس يعني استغلت فقر وبعض شرائح الشعب المصري، فهو هياخد منه فلوس ويخش ينتخب اللي هو عايزه، لان هو اتعلم الدرس خلاص. أنا نسيت أقول لكم إن محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن مش هيكون ضمن أعضاء البرلمان القادم. هتفاجئوا ليه؟ ممكن يكون في القايمة أو يترشح فرديا، لأنه سنه ما دون 25 سنة، 23 سنة فقط، وسيسجل في موسوعة جينيوس إنه أصغر رئيس حزب في العالم. أظن ده شيء رائع جدا ويدعونا للتفاؤل. أنا دايما بقول لكم تفاءلوا تصحوا. نروح نشوف شباب مصر في التقرير ده ونرجع تاني للحوار مع محمد بدران. على مر التاريخ صنع الشباب حركة التغيير في مصر، وكان لهم دور أساسي في تغيير المجتمع ليصبح حلم التغيير رغبة أولى تحركها الطاقات الشابة. وإن كانت ثورة يناير 2011 عنوانها الشباب الذي خرج مدافعا عن حق مصر في أن تحيا في عزة وكرامة وتنعم بالحرية، فقبل ذلك التاريخ كان الشباب أيضا هم وقود الحركة إلى مصر الجديدة. فكانت ثورة عام 52 بقادتها الأحرار من شباب الجيش ممن تحملوا نقل مصر من الملكية إلى بناء الجمهورية الجديدة، وشباب بنوا السد وتحدوا عقبات وضعتها قوى العالم الاستعماري أمام إرادة شعب. شباب قرر محو الهزيمة وعبور الانكسار واسترداد الأرض والعرض في معركة الكرامة عام 73. هؤلاء هم الشباب ممن تصور النظام 30 عاما أنه استطاع أن يمتلك أحلامه وأن يقبض بزمامه على آماله في غد حقيقي أفضل، ولكن حتما لابد وأن يأتي نهار جديد وإن طال الزمن لتمتلئ الميادين بزهرات شبابها تنادي بسقوط وجوه شابت من خير مصر وحرمت شبابها، شبابها الذين تعلموا الدرس بعدما تركوا الميدان لجماعات الزيف ممن تصوروا وهما أنهم ملكوا مصر ومقدراتها بعدما دخلوا بقوة تنظيماتهم إلى البرلمان وسعوا لاجتياح كل مؤسسات الدولة،
ليقف الشباب مرة أخرى أمام طوفان الطغيان باسم الدين. وقف الشباب ليحرروا مصر مرة أخرى، عازمين أن تبقى مصر لشبابها في كل موقع تحت القبة والميدان. عدنا للحوار مع محمد بدران رئيس حزب مستقبل الوطن، وزي ما قلت قبل الفاصل أصغر رئيس حزب في العالم، وتقريبا لما نعرف أنه الحزب أصبح ليه قواعد بتضم 100,000 عضو على الأرض منظمين، أعتقد ده رقم فيه أحزاب كتيرة جدا ما تملكوش، لكنه يدعونا للتفاؤل وأيضا حواره لأنه لديه هذه الرؤية، رؤية واحد عجوز. كان نفسي أقول لك سيادة النائب لكن حرمنا منها السن. تتعوض إن شاء الله. دلوقتي يمكن بتسمع عن بعض الدعوات للمقاطعة في الانتخابات القادمة، أنت إيه رأيك في دعوات المقاطعة؟ يعني شايف إنها دعوات غير مسؤولة، لأن في إطار وطني المفروض يحكمنا، يعني مع اختلافك مثلا مع السلطة الحاكمة أو عندك مشكلة مع قانون الانتخابات أو مشكلة في تقسيم الدوائر، ده ما يمنعكش انك تخرج بره الاطار الوطني اللي المفروض كلنا بنمشي فيه، اللي هو انجاز الاستحقاق الثالث لهذا الوطن، مش لهذا الحزب ولا لهذه الجماعه ولا لهذه الفئه. فده اطار وطني مجبرين كلنا هنمشي فيه، ايا كان شكل التعديل اللي انت عايز تعدله، ايا كان شكل اعتراضك، لازم يكون في اطار ايجابي، مش ان انا اقاطع وان انا ارفض. واعتقد ان من يدعو الى هذه المقاطعه وهذه الدعوات دول ناس غير قادره اصلا على الخوض المعركه. هل ممكن يكون السبب مثلا ان التمويل، يعني مثلا اللجنه العليا للانتخابات قالت 500,000 يعني سقف الصرف، وبعدين طبعا في احزاب برضو ما تقدرش الرقم ده بالنسبه لها كبير، يكون السبب ان ما عندهمش تمويل فبيقولوا كده، ولا تسجيل موقف على الطريقه القديمه؟ ممكن ادعاء بطوله، ممكن يعني مدارات الفشل، انا كده هفشل وعارف ان الشارع مش معايا وعارف ان الاتجاه ضدي ومش عارف اجيب نواب ومش عارف افتح مقرات، فادعي. بس الاحزاب اللي بتقول كده دي صوتها عالي قوي وموجوده في الاعلام بكثافه، الصوت بس، لكن انت شايف انها على الارض طبعًا مش موجوده. طبعا في انفصال كبير جدا بين الشارع وبين الاعلام، يعني احزاب كتيره بتطلع في الاعلام وبتتكلم وملهاش اي قواعد في الشارع المصري، وده واضح جدا، يعني بيبان جدا وهيبان في الانتخابات القادمه. انت بتلف وبتشوف الناس على الارض، متواصلين مع، احنا مصرين في مستقبل وطني يكون عندنا حزب حقيقي. يعني دايما واحنا صغيرين، احنا صغيرين يعني، بس دايما نسمع ان في احزاب كرتونيه وفي احزاب منفصله عن قواعدها واحزاب منفصله عن الشارع، فاحنا قررنا نعمل العكس ده كله، يكون عندنا قيادات الحزب متواصله مع عندنا هيكل تنظيميه في كل محافظات مصر، عندنا هيكل تنظيميه في كل مراكز مصر، هننزل دلوقتي على مستوى القرى، عندنا مقرات في اغلب محافظات مصر بنتواصل مع الشارع في خلال انتخابات او غير الانتخابات. طب مقراتكم مين بيفتحها لكم؟ عندنا 3 أنواع. أول نوع هو الدعم المركزي، بيجي من بعض رجال الأعمال وده مش كتير، لكن الدعم الأكبر هو دعم النواب ودعم مرشحين ودعم قيادات المحافظات لمستقبل وطنه، وبيمثل يعني أمل لناس كتير جدا، إن في شباب. يعني عايز تقول لي إن في رجال أعمال بيدعموكوا كتير جدا، كتير جدا، خصوصا في المحافظات وعائلات في الصعيد زي الأشراف زي العرب زي الهواء، كل الناس، عندنا شباب من كل هذه القبائل ومن كل هذه العائلات شايفين مستقبلهم ده أمل، وشايفين إن الشباب لازم يدعم، وشايفين دي مهمة وطنية، فبيدعمونا بكل قوة. طب هل أنتوا في فصائل أو تيارات معينة بتقصوها أو ما بتعملوش معاها؟ إطلاقا. مثلا زي الحزب الوطني مثلا؟ إطلاقا، احنا رافضين فكرة إن الشاب يقعد يقصي ويقعد يقول ده فلول يطلع بره وده إخواني يموت، وده احنا رافضين تماما. احنا بنشتغل لصالح بلدنا، واي حد مش متورط في عنف ومش متورط في دم وما عندوش فساد مالي، القضاء هو اللي بيمارس ذمته والشعب هو اللي بيحكم. لكن انا ما تعينتش اكون قاضي، يعني الفكره اللي متاخده سلبيه عن الشباب ان هو بيقعد يحكم على الشباب ويقول اصل انا بيدعي ان ده من اجل الثوره ومن اجل دماء الشهداء. الشهيد ما اتقتلش او ما ماتش الله يرحمه عشان ده ما يترشحش ده يترشح، هو اتقتل عشان بلده تبقى احسن. فانت واجبك انك ترجع حق الشهيد ده، انك تخلي بلدك تبقى احسن، تشتغل لصالح البلد، تبص لقدام. طب احنا بنسمع كتير عن ان الشباب عازف ولا يمارس العمل السياسي ورافض لكل الاوضاع القائمه، وبالتالي مش هتكون له مشاركه ايجابيه في الانتخابات البرلمانيه. عايز اخد من ده من النقطه اللي وضحها الرئيس في اجتماعه، وبنتكلم على امتى مثلا على موضوع زي سينا، امتى سينا الموضوع يتحل وما يبقاش فيه ارهابيين في سينا. فاتكلم قال ان ده يعني نتائج سنين سابقه ونتائج ازمنه وعهود وعصور وانفلات وعدم وجود تنميه. فالشباب في نفس هذه الفكره، ان هو
لاقى على مدار سنين سابقه تهميش، ولاقى ان هو كبح للجماح، ولاقى كبت وما مش عارف يقول رايه، دوله بوليسيه وناس مش عارفه تكلمه، وناس بتقول عليه عيل. فكل ده اثر في الشباب المصري بشكل عام. فبقى عندنا الشباب المصري 90% منه غير مشارك في الحياه السياسيه، وغير مهتم بالوطن، وغير مهتم بالقضايا القوميه، يا اما في الجامعه، يا اما في المدرسه، يا اما في الشارع، يا اما على القهاوي تحت في الشوارع. بس بيتقال الشباب رافض وموجود في المظاهرات. ده استغلال. لا اعتقد ده في 10% فقط من شباب مصر حقيقي يعني هو اللي بيشارك في الحياه السياسيه، سواء اخوان او بيدعموا الرئيس او بيمثلوا الجانب الاخر، الجانب اليساري او الجانب اليميني او ايا كان. طب انتوا كحزب هيكون لكم دور في انكم تستقطبوا من الشباب السلبي ده؟ فكره مستقبل وطن، ان هي ازاي توصل لشباب مصر الحقيقي، ازاي ترجع الشباب تاني الاطار الوطني، وتخلي الشاب يعرف ان هو مسؤول عن هذا الوطن، وان مستقبل الوطن ده اسم بيعنيه بالمقام الاول، ان هو الوحيد المعني على مستقبل هذا الوطن. للاسف كتير قوي من القوى السياسيه وكتير قوي من القامات الكبيره بتستغل فكره الشباب وعدم مشاركتهم، وتحصر قضيه الشباب مصر اللي هم اكثر من 40 مليون في الافراج عن 4 متهمين في قضيه التظاهر، او الافراج عن 3 اتمسكوا مش عارف. طب انت ما تخافش ان يقول لك انت بتستخف بمساله كبيره جدا حوالين حريه ابداء الراي او التعبير او غيره؟ لازم يكون، انا شايف ان لازم يكون في صوت عقل بيتكلم بالعقل من داخل الشباب، بيقول ان في حاجه اسمها قانون، وفي حاجه انفاذ قانون، وفي حاجه اسمها دوله قانون. لو هكسر دوله القانون يبقى هكسر على كل، مش هكسر على 1 أو 2 أو 3 أو 4. انا مع ان لو في حد اتاخد خطا او سهوا او عن غير قصد يتم الافراج عنه فورا زي ما الرئيس وجه وكلف، ولكن فكره اني اسقط قانون عشان ارضاء 10 20 شاب، عشان ارضاء 3 4. طب هل انت هتكون مع اعاده مناقشه قانون التظاهر في البرلمان بعد تشكيله؟ انا مش هكون جوه البرلمان، بس اعتقد ان يعني ممكن يكون في تعديلات بسيطه ما تعملش يعني تراعي الوضع المصري. يعني مش شرط اقدم الطلب للداخليه والداخليه هي اللي توافق، يعني انا كده بحط الشباب او الشارع في صدام مع الداخليه تاني. ممكن ادي الطلب للمحافظه او للمحافظ والداخليه توافق او ترفض. يعني لازم يعني احسب طبيعه الشارع المصري وما جرى فيه من قبل 25 يناير، والعلاقه اللي كانت بين الداخليه وبين الشباب ما كانتش علاقه ده معناه انك مش رافض تعديلات قانون التظاهر، ولكن عبر الاطر الشرعيه او القنوات الشرعيه زي مزبوط. البرلمان. مظبوط. يعني ما نقعدش احنا نعدل دلوقتي قرارات بقوانين. هو كلها ان شاء الله اقل من 3 شهور يكون في برلمان. وقانون التظاهر ده قانون موجود في كل دول العالم. بالعكس الناس والرئيس قالها في اجتماعه برضو، الناس اللي بتقارن حريات مصر بالدول الاوروبيه تقارن قانون التظاهر في مصر بالدول الاوروبيه، هيلاقي قانون التظاهر في مصر اقل حده من اي دوله اوروبيه. طبعا ده رايك، لكن قبل ما انت تجينا وتشرفنا كنا استطلعنا اراء بعض الشباب عن رايهم ايه في الحياه السياسيه، شايفينها ازاي. برضه نسمعهم او نضم صوتهم لصوتنا عشان يعلق لنا على كلامهم الاستاذ محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن. اكيد هشارك ان شاء الله في الانتخابات البرلمانيه الجايه، بس انا بتمنى بس ان الشباب ياخدوا فرصه، لان انا اعتقد ان الفتره الجايه فتره الشباب. يعني الفتره الجايه محتاجه كل شاب يتكلم، ويحتاج ان كل شاب يقول رايه في الانتخابات البرلمانيه، لان الموضوع برضو الموضوع مش سهل. الموضوع احنا جربنا الانتخابات البرلمانيه قبل كده وما حصلش نصيب في الفترات اللي فاتت، خصوصا الفتره دي صعبه جدا. هو طبعا لو شباب وفي خبره يبقى ده مستحسن، انما هجيب شباب هيستقوا معلومات والاولويات والشيء الصالح من دماغهم تبقى في بق حد كبير، يبقى هي نقل افكار من كبار للكبار. هو في شباب موجودين في الانتخابات، اكيد هدي صوته للشاب اللي هو اللي يصلح اللي يكون ليقود البلد، اللي يقوم البلد، اللي يعمل خير للبلد. وانا مش هشارك عشان عارف ان مفيش جديد هيحصل، كده اللي بيحصل هو اللي هيحصل. يعني لو هلاقي شباب متميز ممكن اشارك بقى على الشباب بس، لكن الصف القديم ده كله احنا عارفين اللي بيحصل فيه، عارفين ايه اللي هيطلع بقرارات من الحكومه وايه اللي مش هيطلع. يعني اكيد هشارك، لان لازم الشباب يثبتوا وجودهم في البرلمان القادم، لان طبعا احنا شفنا في المرحله اللي عدت ديت ان ما حدش عارف يعمل حاجه من الاجيال الكبيره، ومع احترامي طبعا ليهم، بدليل ان احنا نجحنا ان احنا نعمل ثوره و2. فطبعا ان الشباب لازم يبقى ليهم احقيه في البرلمان القادم باذن الله. الانتخابات البرلمانيه اللي بيحكمها المال والعزبه، فهو بالشباب مش متوفر ليهم العنصر دوت. ولو في شباب هيخشوا مجلس الشعب هيكونوا اولاد نواب الحزب الوطني اللي هم معاهم فلوس برضه هيقدروا يخشوا مجلس الشعب، لكن كشباب وعندهم فكر وكده ان هم يخشوا مش هيقدروا يخشوا، لان هو توزيع المقاعد
الدوائر كبيره، دي اول حاجه. تاني حاجه بتحتاج اموال كتيره والشباب مش متوفر ليهم الموضوع دوت. اكيد انا لازم اشارك، لان كل شخص ليه صوت، ليه حق ان هو يشارك في الانتخابات، وخصوصا يعني الشباب هي الاساس، فلازم كله يشارك. انا اشوف الاصلح اللي انا اختاره، لكن مش شرط ان انا اختار شاب او اختار واحد كبير، لا انا هشوف المضمون الاول، ايه برنامجه، إيه يعني اشوف المضمون قبل ما اشوف المظهر اللي قدام. لازم كلنا نشارك، وده دورنا كلنا في الشعب، اللي احنا لازم اي حد المرحله اللي جايه، مرحله انت عارفين الخطه اللي جايه، لازم كلنا نقف جنب الشعب المصري وجنب الخطه اللي ماشيه بيها مصر، ولازم طبعا نشارك. صوتي معظمها هيبقى للشباب، بس هنعوز لازم ادي صوتي برضو الناس من الكبار، عشان هم اللي فاهمين وعارفين ازاي هيديروا البرلمان، مش هيبقى كله شباب يعني. لا مش بالسن، هي مش بالسن، بس في ناس كبيره ما عندهاش خبره، في ناس صغيره عقلياتها تقول ان هي عندها خبره واكبر من سنها، فانا كده هعرف ده واعرف ده، وان شاء الله اللي في مصلحتي هديله. قال في ناس صغيرة في السن لكن عندها تجاوز شاطح انه واعي وفاهم جدا. استاذ محمد، يعني انا شايف المسألة ايجابية. هل انت في جولاتك مع قواعد، في اتصالاتك مع يعني ده كلام يدعو للتفاؤل؟ احنا بنسمع عكس كده. هي الشريحة 100 اول واحد قال الشباب ياخدوا فرصة، محتاج تدي الشباب فرصه زي مستقبل وطن كده، لما خدت الفرصه وكان في شويه دعم معنوي ليها، وكان في دعم بعض رجال الاعمال لهذه الفكره، تطورت وبقت حمله، والحمله كبرت وبقت حزب، بقت اول حزب شباب في تاريخ مصر. تاني قال ان انا صوتي للشاب الصالح. احنا فعلا دلوقتي محتاجين الشاب المؤهل المثقف اللي قادر على احداث طفره. بس في واحد قال لك انا مش عايز شاب يبقى عاطي ودانه لواحد كبير. مظبوط. ما يكونش خلاص بقى شاب مستقل، شاب عارف هو بيعمل ايه، بيتكلم ازاي، عارف المشكله وبيشخصها ليها حل. النقطة المهمة جدا اللي اتقالت الشباب والكبار، ان احنا برضو في مستقبل الوطن عندنا نفس الفكرة، احنا مقتنعين بيها تماما. مفيش حاجة اسمها الشباب بس لوحده وحماس الشباب، ان احنا محتاجين خبرات ومحتاجين توجيه، لان دي طبيعة الحياة. يعني لازم يكون في ناس كبار عاشت سنين قبلنا، اكتسبت خبرة، عندها نظرة اوسع، بنستفيد منها، بتدينا رأيها، بنحاول ان يكون في تبادل خبرات. يعني انتوا في مستقبل وطن مثلا في قيادات عندكم مثلا سنهم في الخمسينات او في الستينات او طبعا في ناس كتير جدا بتدعم مستقبل وطن، مش شرط تكون معاها في الحزب او اعضاء، ولكن بيمثلوا لنا احنا يا زي مجلس استشاري، بنلجا لهم في استشارات، بنلجا لهم في حاجات معقده. طب ليه صوتكم واطي؟ يعني ما احناش سامعين، رغم ان حجم الارقام اللي حضرتك بتقولها لي دي ارقام كبيره وبتاكد ان في عمل على الارض، صوتكم واطي ليه اعلاميا؟ ما انتوش موجودين ليه بكثافه؟ ده مقصود، دي في خطه الحزب، ان احنا مش هنطلع في التلفزيون ولا نتكلم باسم الحزب ولا نتكلم عن نفسنا، لما نكون فعلا قدرنا نوصل الى حاله من الرضا على النفس، ان احنا خلاص بقى عندنا تنظيم قوي، اكتملنا في كل المراكز، عندنا شباب مؤمن بالفكره، عندنا مرشحين، عندنا خطه، عندنا رؤيه لهذا الحزب. شايفين ان اللي هيتكلم ده هي النتيجه، في الاخر في انتخابات في الشارع وفي نتيجه تطلع، واحنا ان شاء الله بنراهن على النتيجه. مش عايزين نتكلم، مش عايزين نقلد الشباب اللي كانوا قبلنا يطلع يتكلم ويقول انا رئيس وانا كنت وانا عملت. في الاخر الفكره مش في رئيس حزب مستقبل وطن ولا اصغر رئيس حزب في العالم، الفكره انه يكون رئيس حزب ناجح. فاحنا بنامل وبننتظر النجاح، وبنعمل يعني كل ما في وسعنا من يعني طبعا بقدره ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعمل الشباب ومجهودهم هنوصل ان شاء الله نكون انجح حزب في مصر. عندكم تنسيق مع احزاب اخرى مثلا او تحالفات سياسيه او انتخابيه؟ كل الاحزاب المصريه في تنسيق ما بينها، وهم فرحانين بالتجربه الشابه. يعني انتوا بتلاقوا احزاب بتدعمكم؟ طبعا الظاهر بتدعمنا، معرفش بقى الباطن فيه ايه، بس هو الظاهر كلهم بيدعمونا وكلهم فرحانين بتجربه شباب يقدر يتجمع ويكون نفسه ويكون حزب. وهم حتى بيقولوا لنا احنا لما كنا قدكم كنا لسه اعضاء صغيرين، انا بقيت امين عام حزب وانا عندي 60 سنه، انا بقيت رئيس حزب وانا عندي 70 سنه، فانتوا عملتوا حاجه اول مره نشوفها في الحياه السياسيه المصريه. برضو احنا الكلام ده ما بيأثرش فينا، غير احنا واثقين ان شاء الله احنا هنكون ان شاء الله انجح حزب في مصر. انت طبعا عارف ان مصر مثلا قدمت احمد حسين، ده كان صاحب مشروع القرش وسنه 18 سنه وكان زعيم كبير، يعني فاحنا سعداء بيك في اللحظه دي. لكن مصر كان فيها النماذج دي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يولي قاده الجيش صار يزيد 17 سنه، وعلي بن ابي طالب لما نام في الفراش كان 18 سنه، وفي اكثر من يعني كان بيعتمد برضو على الشباب في الدعوه، بيبعث بيهم على قاده الجيوش كلهم شباب. فهو ده ايمان بدور الشباب وحماس الشباب وجرأه الشباب، ولكن برضو ده ما يمنعش لازم يكون زي ما قلنا في خبره وفي ناس بتحاول توجه هذا الحماس عشان يطلع في الاخر بشكل مستقيم. طب ايه اللي انتوا خايفين منه بقى قبل الانتخابات البرلمانيه؟ خايفين منه؟ لا مفيش.
يعني ما عندكوش يعني مثلا ان من الممكن المعركه ما تكونش متكافئه وما تكونش في صالحكم؟ احنا حاسبين كل يعني على قدر الامكان، يعني حاسبين الخطوات بشكل دقيق جدا، حاسبين دوائرنا ويعني ايه سطوه راس المال ممكن تاثر فين واحنا ممكن نقابلها ازاي، والحملات الاعلاميه القويه لبعض الاحزاب الكبيره دي بتاثر علينا ازاي وممكن نقابلها ازاي. فاحنا عاملين حسابنا ومدركين احنا فين دلوقتي بلا انقاص من انفسنا وبلا غرور زايد، عارفين احنا فين دلوقتي ورايحين فين وهي النتيجه المتوقعه لهذا العمل. فاعتقد ان في قطاعات من الشعب ممكن بتبص للشباب على انه منفعل وانه كان سبب في ايقاف عجله الانتاج لفترات حتى ما بعد 25 يناير و30 يونيو. مظبوط، وعندهم دول بتقول لهم ايه؟ عندكم حق، وان في شباب ظهر بعد 25 يناير ادى صوره سلبيه للشباب المصري، اتكلم بعنجهيه، اتكلم بغرور، اتكلم كانه هو المدافع عن حقوق الشهداء وهو ده نوع من انواع النقد الذاتي طبعا. واحنا ناس من الشباب دول احنا اتعلمنا من اخطائنا وحاولنا نطور نفسنا وحاولنا نقدم نموذج مختلف للشاب المصري. الفكره السلبيه دي بتاثر فينا لغايه دلوقتي، ولكن احنا مصممين ان احنا يكون عندنا نموذج مختلف يقدر يخلي الشارع المصري يقول انا هنتخب الشاب ده خلوق ومحترم ومثقف ومؤهل وقادر على احداث طفره، مش عشان هو شاب، عشان هو مؤهل. يعني لما بتعملوا لقاءات مثلا في محافظات او في قرى او بتروحوا طبعا يعني لما بتعمل ده بتلاقي اقبال على ان الناس تسمعكم؟ طبعا يعني الشارع المصري زي ما حضرتك قلت، يعني قعدت في المقدمه، في حاجه الى التغيير، في حاجه الى وجود وجه جديد موجود عليه، في حاجه الى وجود شباب يقدر يحرك الموضوع اسرع، عنده حماس، عنده سرعه في الاداء، عنده طموحه مفتوح واماله مفتوحه، مش عند حد معين. الشعب المصري محتاج ده، ولكن هو فين ده؟ مش لاقيه. احنا بنحاول احنا نقدم ده للشارع المصري. انت كنت واحد من الناس اللي اعضاء حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنت برضو صاحب الصوت الأوطى فيها في الحملة، وفعل كان كبير. لكن دلوقتي ما بتواجهكش أزمة ان بعض الشباب ممكن يقولوا لك اصل انت مؤيد للنظام مثلا، في محاولة انهم يخلوا الناس تبعد عنك ولا تخليهم يقربوا منك لو حصل ده؟ احنا مش مؤيدين للنظام، احنا مؤيدين للوطن. يعني حمله مستقبل الوطن اللي كانت دلوقتي بقت حزب مستقبل الوطن هو بيؤيد هذا الوطن، ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما شاف فيه ان هو اصلح واحد لقياده البلد في الفتره دي، يقدر يجمع كل الناس، خبراته ومؤهلاته العلميه والعمليه تؤهله انه يكون رئيس مصر. فاحنا ايدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنثمن وبنؤيد مواقف الرئيس المتتاليه اللي هو بيعملها، سواء في علاقات متوازنه في الدول الاوروبيه او سواء في قرارات رفع الدعم لسد عجز الموازنه او في توجيهاته للساده الوزراء باستمرار. احنا بنؤيد ده لانه في صالح الوطن. بمجرد ما الرئيس يتخذ قرار عكس الوطن هنقف احنا اول ناس ونقول احنا ضد هذا القرار. طب دلوقتي مثلا الناس كلها بتستعجل الحرب على الفساد وخاصة في التنمية المحلية، رؤساء مدن ورؤساء قرى، وهناك تقاعس من بعض المحافظين او من عدد منهم. هل ده ما بيحبطكوش زي ما بيحبط البعض وبيقولوا ليه الرئيس ما خدش قرارات؟ بيحبطنا جدا. وعايز يعني اسرب حاجه بقى من ضمن اجتماع لقاء الرئيس برؤساء الاحزاب. هو الرئيس اتكلم وقال ان انا جاي 4 سنين مش عشان اخلي مصر احسن بلد، ولكن عشان اوقف البتاع على رجلها، لان البلد ما تعرضت ليه بعد 25 يناير كان تكسير في مفاصل الدوله المصريه. فانا هدفي ان اكون ارجع تاني مؤسسات الدوله واقفه على رجليها، فيجي حد بعدي يقدر يستلم الدوله وهي واقفه على ارض صلبه. فاتكلم دكتور ابو الغار وقال له يعني الفساد والناس الفاسدين، قال له هسالك سؤال، كام واحد فاسد في الشعب المصري؟ فسكت الدكتور ابو الغار وقال له يعني حوالي يعني على اي مدى. فاتقال له اسالك 20% مثلا من 90 مليون، يعني كام؟ 18 مليون. يعني الدكتور ابو الغار جاوب قال كام؟ يعني قال على اي مستوى، بس في الاخر الاجابه اللي راحت للرئيس يعني قال له حوالي، كان دكتور يوسف مخيون اعتقد، قال له حوالي 20%. الرئيس قال له 18 مليون. فقال له طب اعمل فيهم ايه؟ يعني قول لي اعمل ايه في 18 مليون مصري؟ موضوع صعب جدا، موضوع متوارث على مدار 60 سنه سابقه. بس المهم انهم ما يبقوش في مواقع القياده. ما ده بقى اللي بيقول واحده واحده. احنا بنحاول نصلح واحده عشان اشيل 18 مليون، دي كارثه. فانا بحاول اشوف الاول على مستوى القيادات العليا، ثم اللي بعدها، ثم اللي بعدها، ثم بعدها، وانا محتاج برلمان يساعدني في ده. وهو اتكلم وقال ان بدات تحصل الفساد في مصر، يبدا يحصل تراجع الدور المصري سنه 67. حرب 67 زي ما الرئيس بيقول على طول هي مش حرب للجيش المصري ولا الاسرائيلي، هي ضرب الامل المصري وضرب الحلم المصري اللي اتضرب سنه 67. وقال ان 67 كانت بتيجي بعثات من اليابان تشوف مصر وتشوف التلغراف وتشوف التعليم وتشوف القطر. دلوقتي وصلنا ان احنا يعني بنمد ايدينا للصين واليابان عشان يعني يقدروا يساعدونا اقتصاديا.
فاحنا في مرحله صعبه جدا، ولازم كل القوى تتضافر، ولازم كل القوى تكون في ايد واحده عشان نقدر نرجع مصر على بدايه طريق صحيح للاجيال القادمه. واحنا في مستقبل وطن يعني تحملنا هذه المسؤوليه من بدري، وقررنا ان احنا لسه شباب في مقتبل العمر ان احنا نشيل هذه المسؤوليه ونشتغل عشان خاطر بلدنا، ونحسس ان شاء الله الناس ان في امل جاي اسمه مستقبل وطن قادر على تغيير الواقع المصري. باقي لي سؤال واحد بس، القضيه رقم واحد اللي هيتبناها نواب مستقبل وطن، ونتمنى لكم التوفيق وكلكم عدد كبير، القضيه رقم واحد اللي هتتبنوها تحت قبه البرلمان هتبقى ايه؟ التعليم. دي قضيتكم رقم واحد، مش البطاله؟ التعليم. كل البطاله بالنسبه للشباب مهمه. ما البطاله جايه من التعليم. لما حضرتك تشوف ان بيخرج المنتج من الجامعه المصريه غير مؤهل لا علميا ولا ثقافيا ولا فكريا ولا اجتماعيا ولا دينيا، بعد كده يتواجه سوق العمل المحلي اللي هو مش طالب اي حاجه، يعني اللي هنا اللي عند الطالب غير اللي طلبه من سوق العمل المحلي ولا الدولي، فبيفضل ده عاطل. لما بيخرج الطالب من الجامعه وهو ما عندهوش تاهيل بالاخلاق وبالدين، فبيبقى متحرش وبيبقى قاتل وبيبقى بيقعد على القهاوي وبيبقى بيسكر وبيبقى بيشرب مخدرات. لما يخرج الطالب من الجامعه وهو مش متعلم يعني ايه قيم، فبيبقى بيرشي وبيترشي وما بيعدلش وبيقدر يرمي حاجات في الشارع وبيكسر شرط المرور. فعندنا الجامعات المصريه والتعليم المصري هو يعني الفرازه او المفرخه اللي بتقدر تطلع مواطن اما صالح اما طالح. طب الكلام ده احنا بنقوله بقالنا سنين طويله، امتى هيبقى فيه اهتمام بالتعليم؟ لما يكون في نواب في البرلمان يقدروا يقودوا هذه اللجنه ويقدروا يطوروا في قانون التعليم وعندهم خبره وشايفين بره وتعليموا بره. الفكره في البرلمان، انا اسف مش زي الناس ما بتختزلها في رئيس البرلمان اللي بيقعد يدير الجلسه ويخبط بالشاكوش. الفكره مين هو هيقود اللجان التعليم والصحه والاسكان والاستثمار والسياحه والصناعه، اللي هيحدث ثوره تشريعيه، فيعمل قوانين محترمه، فيخش استثمارات داخليه، فيعمل قوانين في التعليم، فتقدر يكون في مناخ للتعليم جيد بين الدكتور وبين الطالب وبين الموظف في الجامعه، فهيقدر يخلي في مهنه التمريض ليها دور كويس في قوانين الصحه، ويخلي الدكتور يشتغل عدد اقل فياخد مرتب اعلى، فما يروحش بره يفتح عياده ويقفل المستشفى. هناك يعني مشاكل كبيره جدا. اعتقد البرلمان القادم اذا كان برلمان على قدر من الكفاءه وعلى قدر المسؤوليه هيقدر يغير. اذا كان انت شايفه هيكون ولا مش هيكون؟ متشائم. انت متشائم؟ مش متفائل؟ لا. ده الاسباب، انت باني رؤيتك على اسباب على الارض. النظر الى المصلحه وليس الى الكفاءه. انا شخصيا استطيع من خلال الحوار معاك ان انا ابقى عكسك خالص وابقى متفائل، لان مجرد ان بتملك هذه الرؤيه، بتتكلم بهذه الروح، وازن الامور بهذه الدقه، انا اقف عكسك واقول لك انا متفائل. بشكر محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، متفائل بان مصر بعد 25-30 الثوره الواحده اللي على ساقين انتجت واحد من القيادات زي محمد بدران، واكيد هناك عشرات من امثاله في احزاب بداوا يشقوا طريقهم، يمكن سنعددهم وهنلتقي معاهم في الحلقات القادمه. انا متفائل جدا ان تكون الحلقه الاولى في برنامج البرلمان مع محمد بدران اسمع منه هذا الكلام، رغم انه قال انا متشائم. انا شخصيا متفائل وادعوكم للتفاؤل. تفاءلوا 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 تصحوا.